محتارين نعمل حاجة حلوة وما عندناش المكونات بتاعتها، ولا بيض ولا لبن ولا سمنة. تعالوا هقول لكم ازاي هنعمل احلى جاتو شاتو بالمية من غير بيض ولا لبن ولا سمنة. يعني حاجة اقتصادية مش مكلفة خالص. كل حاجة هنعملها بالمية، الكيكة هنعملها بالمية، جناش الشوكولاتة هنعمله بالمية، والكريم شانتيه بالمية. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. في البداية معايا بولة فيها كوبايتين مية سخنين، وهحط عليهم كوباية ونص سكر. وما تستغربوش طبعا المية سخنة. احنا كنا عملنا كيكة الحليب الساخن، كانت بتطلع حلوة جدا. وبعدين على ما بندوب السكر مع الزيت مع المية بيكون المية ابتدت تبرد شوية. ضفت كمان نص كوباية زيت وكوباية ونص سكر وكوبايتين مية زي ما قلنا، بنقول المقادير كمان. هقلبهم كويس قوي لحد ما السكر يدوب. بحط معايا كيسين فانيليا او فانيليا سايلة زي ما تحبوا. بقلبهم كويس جدا. وبعدين هجيب المكونات الجافة معايا، كوبايتين ونص دقيق، معايا كمان كيس كيك شيف بضيفه على الدقيق وانخله. معايا 3 معالق كبار كاكاو خام، ولازم انخلهم كويس عشان بيبقى فيهم كتل، لازم يتنخلوا كويس. بنخلهم كويس زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين اجيب معايا برضو رشة ملح صغيرة خالص، ذرة صغيرة ملح. وبعدين اضيف بقى المكونات الجافة على المكونات السايلة واقلبهم كويس. بضيفهم على مرتين، ضفت اول دفعة وبعد كده اقلبها كويس. بضيف الجزء التاني من الدقيق واقلب كويس لحد ما كل المكونات تمتزج مع بعض. بعد ما كل الخليط بيمتزج معايا بحط ربع معلقة صغيرة بيكنج صودا ومعلقة خل. شايفين بتديني فوران كده، بتخلي الكيكة بعد كده هشة وحلوة. ده محسن حلو جدا للكيك. بعد ما خلصت الكيكة بالشكل ده، القوام بتاعها حلو جدا، مش تقيل قوي ولا سايل قوي. معايا بقى صينية مدهونة زيت وحطيت فيها دقيق، بطنتها بالدقيق. وبعدين هحط فيها الخليط واخبطه خبطتين لحد ما اطلع منه فقاعات الهواء. وبعدين هخبزه على فرن درجة حرارة 180 درجة لمدة نص ساعة ونختبرها. هنحضر الكريم شانتيه. معايا 3/4 كوباية مية، هحط عليها معلقة كبيرة سكر لان انا عاملة كريم شانتيه خام. هدوب السكر كويس وبعدين احط كوباية كريم شانتيه واقلبها كويس، ومش محتاجين مضرب كهربائي. هتتجانس معايا بكل سهولة. هضربها كويس لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. شايفين القوام بتاعها بقى عامل ازاي؟ مش محتاجين مضرب كهرباء ولا اي حاجة. ده القوام المطلوب وكده تمام. هحطها في كيس حلواني وبعدين نشتغل بيها. بعد ما الكيكة استوت وقعدت شوية كتير لحد ما بردت، هشتغل فيها. بشيل الجزء اللي من فوق عشان حافة الصينية صغيرة، مش هينفع احط كريم شانتيه وجناش بالمنظر ده، فهشيل الجزء اللي من فوق. وبعدين حطيت الكريم شانتيه في كيس حلواني وابتديت وزعته كله كده على الصينية. وهسويه بسكينة بأي حاجة عندي، بساوي الكريم شانتيه كويس. وكده سوينا الصينية نوعا ما، يعني شوية، مش لازم يعني تبقى بريفكت، لان هنحط طبقة تالتة اللي هي جناش الشوكولاتة. بعد ما خلصتها كده هحطها في التلاجة. هنعمل جناش الشوكولاتة. معايا نص كوباية مية ومعايا شوكولاتة خام. بحط 3 معالق كبار كريم شانتيه، بقلبهم في المية
طبعا انا مش هحط سكر عشان معانا الشوكولاتة برضو فيها سكر نوعا ما، وهرفعهم على النار. هقلب فيهم كويس على النار لحد ما يغلي بالشكل ده. اول ما يغلي هطفى عليه وهحط الشوكولاتة. هحط الشوكولاتة وابقى طافية البوتاجاز واقلبها كويس لحد ما تسيح. وده شكل الشوكولاتة بعد ما سيحتها. هحط عليها معلقتين او معلقة كبيرة زيت عشان تديها لمعة حلوة، واقلبها كويس برضو. وبعدين اصبها في الطبق. شايفين القوام بتاعها حلو ازاي؟ ولما تقعد شوية كمان هتتقل جدا. قوامها جميل خالص. هسيبها تبرد شوية، وبعد ما بردت هجيب الصينية احط عليها، اوزع عليها الجناش بالشكل ده. وبعدين هحطها في التلاجة 3-4 ساعات لحد ما الجناش يجمد عليها. وبعد ما سبتها في التلاجة في حدود 2-3 او ممكن اكتر، بطلعها اقطعها بالشكل ده. شايفين القوام بتاعها حلو ازاي؟ طالعة متماسكة وجميلة خالص. وده شكلها بعد ما قطعناها. شكلها حلو جدا وطعمها حلو قوي قوي، ومش مكلفة، اقتصادية جدا. يعني كلها ما فيهاش اي حاجة، لا بيض ولا سمنة ولا لبن، معمولة بأقل التكاليف، وطعمها حلو قوي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم، وتقولوا لي بتتابعوني منين. لو الفيديو عجبكم اشتركوا في القناة واعملوا لايك على الفيديو. شيروا الفيديو لاصحابكم عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم على خير. باي باي.